بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال، وكل سنة وانتم طيبين. حلقتنا النهاردة ان شاء الله احنا رايحين سيتي ستارز مدينة نصر، فقلت بقى اصور لكم من هناك ان شاء الله كده الحلقة يعني. اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم. اول حاجة لفتت انتباهي زي ما احنا شايفين كده الشارع هناك متزين بطريقة جميلة جدا. اول ما شفتها حسيت بصراحة بالبهجة، فانا قلت بقى لازم اصور الحاجات دي علشان تنبسطوا معايا وتحسوا بأجواء رمضان الجميلة اللي بدأت تملى الشوارع. فأنا إن شاء الله هصور لكم من جوه حلقة. طبعا مش هصور كل حاجة، هصور من سوبر ماركت سعودي الحاجات المتعلقة برمضان أكتر، علشان زي ما احنا عارفين كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. عشان بقى الناس اللي عايزة تشتري زينة، عايزة تشتري أي حاجة، تبقى الحاجة قدامها على الطبيعة وتقرر إن كانت هتنزل تجيب من هناك ولا لأ. هندخل بقى المول إن شاء الله، وهبدأ أصور معاكم الحلقة. شايفين الزينة ما شاء الله جميلة جميلة جميلة، كل سنة وانتم طيبين. عايزة اقول لكم حلوة قوي قوي جو الشتاء مع دخول رمضان والزينة الجميلة دي، حاجة منتهى الجمال. يلا بينا ندخل جوه بقى واوريكم حاجات رمضان. بصوا بقى، اول ما دخلت السوبر ماركت اول حاجة عيني جت عليها هي قمر الدين. عايزة اقول لكم اول مرة اشوف القمر الدين الصوابع ده. بصوا بقى افرجكم عليه، شايفين؟ ده بقى ممكن ما تبلهوش، لو انت عايزه تاكليه كده تقطمي منه وتاكله على طول، تحفه. شكل جديد بصراحه وجميل قوي قوي. ده سعره 135 جنيه سعر العلبه دي. وسعر اللفه 75 جنيه. طبعا في مشمش وفي مانجا، بس احنا متعودين قمر الدين يعني مشمش على طول. وفي كمان على فكره برتقان، بس عايزه اقول لكم كلهم اللفات كلها سعر واحد، ب75 جنيه سعر اللفه. لا بس الصابع دي بصراحة جميلة أوي. دي بقى زي ما انتم شايفين كده صينيه محطوط عليها التماره، ومعاها الكوبايات الصغيره الكاسات الصغيره قوي دي. دي التماره، ودي طبعا الكاسات دي مش عارفه هي بتاعه لبن ولا بتاعه قهوه، بس غالبا مع التمر يبقى لبن. بتبقى حلوه قوي قوي يعني، تحفه بصراحه. والشكل بتاعها كمان شكل عربي جميل قوي. دي اشكال تانية برضو مختلفه اهي. دي برضو تمارة. عايزة اقول لكم الحاجات دي بتبقى حلوة قوي على السفرة في رمضان، او في المكان اللي احنا بنحط فيه الاكل، بتدي اجواء حلوة قوي قوي. الاسعار زي ما احنا شايفين كده قدامنا. الاولانية دي السعر بتاعها 199 جنيه، يعني 200 جنيه. علشان برضو لو حد حابب يعرف الاسعار، لو في حاجة تانية ممكن توقفوا الفيديو وتشوفوا الاسعار بتكون مكتوبة. دي بقى زينة لو انت عايزة تجيبي حاجة زي كده وتعلقيها عندك برضو في البيت في رمضان. تعالوا بينا مع بعض بقى نشوف كنز المكسرات. عايزه اقول لكم المكسرات هنا عامله زي الكنز بالظبط. لفينا بطريقه جميله قوي قوي، عشان الناس اللي هي بقى مخطوبه، ممكن واحد يروح يعيد على خطيبته بمناسبه رمضان، يودي لها موسم رمضان، يروح بقى ياخد لفه جميله كده ويروح لها بيها. طبعا انا بدايه كده الصندوق التحفه ده انا ما رضيتش اسال طبعا عن سعره او اهتم بسعره، لانه طبعا اكيد غالي جدا، بس عايزه اقول لكم ده حقيقي كنز مكسرات زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. طبعا مكسرات مشكله. طبعا انا قلت لكم في البدايه ان سعر المكسرات اللي هي في العلبه دي 325 جنيه. تعالوا بقى نشوف بقى الاشكال التانية اللي هم لفينها بطريقه شيك قوي بصراحه وجميله. ده سعره 1350 جنيه، وده زيه برضو 1350 جنيه. الاكبر شويه ده سعره 1550 جنيه. طبعا الاسعار متفاوته، بس عايزه اقول لكم حاجه كده بصراحه منتهى الجمال، لو رحت هناك تنبهر بصراحه من جمال كمان العرض معروض بطريقه جميله قوي، تخليكي اصلا تشتري على طول. الحاجه التانية بقى شايفين دي برضو حاجات، دي برضو تماره اهي، بس دي مش معدن على فكره، انا حاسه ان هي باغ كده. دي بقى اشكال تانية، بصوا اشكال جميله قوي قوي برضو، وبتبقى شيك قوي في التقديم. شايفين دي برضو عارضينها بطريقة كده معينة، عشان لو حد عايز يشتري منها برضو في ايه ويستخدمها في رمضان. زي ما انا قلت لكم الحاجات دي بتدي منظر شيك قوي قوي في ساعة الفطار، او كمان كديكور في البيت. تعالوا بقى نشوف الفوانيس الجميلة. تعالوا بقى نشوف الفوانيس. عايزة اقول لكم الفوانيس حلوة قوي قوي بصراحة، اشكال جميلة قوي. شايفين الجمال؟ شكل مأذنة المسجد تقريبا، او واخدة شكل المسجد، مش عارفة، بس هي شكلها فعلا حلوة قوي يعني. دي بقى الفوانيس الحقيقية اللي انا اعرفها، لكن الفوانيس اللعبة بقى والاشكال التانية دي لا خالص.
الفوانيس اللي على شكل لعب اطفال دي ملهاش علاقه برمضان، هي لعبه وبيركبوا عليها اغنيه رمضان ويضحكوا على الاطفال ويقولوا لهم فانوس رمضان. هو ده الفانوس الحقيقي اللي انا اعرفه. ده فانوس على شكل شمعة برضو، جميل قوي بصراحه. بس طبعا الاضاءه مش باينه قوي علشان الاضاءه بتاعه النور قويه. دي طبعا تماره، اشكال للتمارات بتاعه البلح. ودي ديكورات برضو لحاجات بتاعه بخور اهي، شايفين شكل هلال اهي. بتحط هنا البخور كده وتغطي، يدي ريحه جميله للمكان، واخده شكل هلال بصراحه جميله قوي قوي. تحت بقى كده شكل فوانيس اهو، شايفين؟ دي فوانيس رمضان يا جماعه، حاجه كده فعلا بتفكرنا بالزمن الجميل. ما شاء الله حلوة قوي قوي. اللي حابب يجيب حاجات زي كده برضو يزين بيها البيت في رمضان، بتبقى شكلها شيك وفي نفس الوقت سيمبل بصراحة، حلوة قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا قافله الصوت عشان اغاني رمضان عاليه قوي هنا، اجواء جميله قوي قوي بتحسسنا بالسعاده. يعني عايزه اقول لكم حتى لو مش هتشتروا، مجرد ان انتوا تنزلوا بس وتتفرجوا كده، بجد والله هتحسوا ان انتوا في منتهى السعاده. بعد كده بقى هنروح نشوف حاجه تانية دلوقتي. بعد كده بقى هنشوف الشكل ده بتاع الخداديات اهو، كلها اشكال رمضان. ده بقى شكل تاني برضو للتمارة والصينية بتاعة القعدات العربي. عايزة اقول لكم برضو شكلها حلو قوي قوي. قلت بقى اصورها لكم برضو عشان لو حد حابب يشتري حاجة زي كده يبقى عارف هي بتتباع فين. ودي اشكال تانية لفوانيس رمضان. الحاجات دي بتيجي يا جماعة ساعات في ناس بتعمل ركن في البيت كده، وتزينه بحيث يبان منه دي زينة رمضان اللي هم عاملينها في البيت من الاخر. شايفين؟ انا طبعا بقرب من اللطقم علشان اوضح لكم الايه الاشكال المعروضه. شايفين التمرات بتاعه البلح؟ ما شاء الله جميله قوي برضو. دي بقى عاملين حاجات بصراحه اول مره اشوفها، دي طواجن فول مش اطباق فول، علشان السحور بقى كل طبق مكتوب عليه اسمه من الخزف. بس عايزه اقول لكم ان الطواجن دي كبيره قوي اللي مكتوب عليها الاسامي دي. جميله بقى الاطباق دي بصراحه، بتبقى يعني زي السلاطين والحاجات دي، بتبقى شيك كده اكتر من الحاجات الضخمه. طبعا انا صورتها برضو عشان لو حد حابب يشتري حاجه زي كده يبقى عارف هي برضو بتتباع فين. الطواجن الكبيرة دي بقى اللي مكتوب عليها فول وحاجات زي كده، ده عايزة عائلات. ده طبعا جزء تاني معروض فيه زينة رمضان. عايزة اقول لكم حاجات بصراحة جميلة قوي قوي. ودي مفارش بتاعة سفرة، يعني عايزة تفرشي بقى على السفرة مفرش زي كده في رمضان. بتحطيه طبعا بس ما بيبقاش محطوط مباشر، لازم يكون عليه من فوق لوح ازاز علشان يعزل بين الاكل اللي هيتحط وبين المفرش، يفضل المفرش نظيف كده وجميل. وفي نفس الوقت ايه يدي شكل جميل قوي ساعة الفطار كده في رمضان وانت بتفطري على السفرة اللي محطوط عليها المفرش ده. شايفين الاشكال بقى؟ في طبعا اشكال تانية كتيرة، انا هكتفي بكده. وفي بقى زي ما احنا شايفين كده هنا بقى لفت انتباهي قوي الخص ده. ده خص مش مصري طبعا، ومكتوب عليه من غير اي بيور من الاخر، معلوش مش معلوش اي مبيدات يعني. ودي اشكال تانية برضو للخاص. بصراحة الحاجات دي بقى انا اول مرة اشوف الخاص ده بصراحة، فانا قلت لازم اصوره علشان لو حد حابب يشتري حاجة زي كده او يجربها برضو يعرف هي موجودة فين. ده بقى مكتوب عليه ريحان مسكر. انا مش عارفة طبعا ايه الريحان المسكر ده لاني ما جربتوش قبل كده. وبصوا بقى كمان عايزة اوريكم حاجة هنا تانية. ده يا جماعة كرفس فرنساوي. بصوا على فكرة بيقولوا طعمه حلو قوي قوي، بس انا بصراحة اول مرة اشوفه. ده كبير قوي ضخم يعني، بس سمعت ان طعمه فعلا جميل لان انا ما جربتوش ده فعلا. حاجة تانية شايفين؟ لا ده بقى دي كزبرة خضراء احنا عارفينها. انا عايزة بس اشوف الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش على طول. بصوا ده الخس اللي انا قلت لكم عليه. ده خس من غير مبيدات، شكله كده شبه البوكيه الورد بصراحة، شكله تحفة. ده طبعا الذرة الصفراء دي احنا عارفينها بتبقى مسكرة قوي خصوصا في السليق. ده بقى نعناع. شايفين النعناع ده؟ نعناع مش مصري، نعناع تقريبا. بصوا ما شاء الله حلو قوي قوي. شبه النعناع السعودي بس انا مش عارفه بصراحة هو فصيلته ايه. ده برضو خاص زي ما احنا شفنا كده.
شكله بصراحة جميل قوي قوي، يعني انا مش انا يعني هشتري واحدة بصراحة هجربها، لانه فعلا جميل قوي قوي. بصوا عامل زي بوكيه الورد. بس انا عايزه اقول لكم معلومه، في هنا كمثرى شكلها تحفه تحفه تحفه. بس اشتريت منها قبل كده، لما جيت اكلها الشكل بصراحه تحفه. بس لما تيجي تاكلي منها بصراحه الكمثرى المصريه اجمل منها في الطعم. رغم ان هي سعرها هنا معروضه ب 299 جنيه، تقريبا 300 جنيه. دي بقى بطاطا. البطاطا دي بيقولوا ان هي معسره جدا، بس انا بصراحه ما جربتهاش. دي بقى شنطة رمضان او كرتونة رمضان، الناس اللي عايزة تجيب كراتين رمضان وتوزعها. هنا متعبية جاهزة. طبعا انا مش هقلب في الكرتونة كلها. انا هوريكم دلوقتي المنيو بتاعها او القائمة بتاعتها، او المحتوى بتاعها عبارة عن ايه. ده الحاجات اللي موجودة جوه الكرتونة. ممكن توقفوا الفيديو وتقروها وتعرفوا ايه اللي موجود في الكرتونة. الكرتونة سعرها 300 جنيه. طبعا دي المكسرات، انا ما قلتلكوش عليها في الاول، صح، دي ب 325 جنيه. طبعا فيها كذا حاجة. طبعا دي علب تانية بقى حلويات. بص دي كنافة بالبندق. بس انا مستغربة شكلها بصراحة، لان انا مش شايفة شكل الكنافة فيها. دي كنافة بالفستق. برضه انا مش شايفة الفستق فين فيها. انا شايفة هي شكل البيتي فور، بس انا مش عارفة الكنافة فين بصراحة فيها. دي بقى بصوا طمطم. دي سعرها 300 وحاجة برضو. بصوا بس عايزة اقول لكم حلوة قوي. اللعبة نفسها او العروسة شكلها سيمبل قوي، وفي نفس الوقت ما فيهاش غلطة. وانا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. عايزه اقول لكم ان في حاجات هنا تحفه كتير. وكمان في حاجات مش موجوده بره خالص، بتلاقوها هنا في سوبر ماركت سعودي. يا ريت انا وصلت معاكم كده لنهايه الحلقه. يا ريت لو عجبتكم الحلقه تعملوا لي لايك وشير. ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. وكل سنه وانتم طيبين.